السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة كيكة الويفر، وصفة جزائرية سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا. طعمها كده ما بين الكيك والبسكوت، يعني مش ناشفة زي البسكوت ومش طرية زي الكيك. هنعملها مع بعض ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا 3 بيضات وكوباية الا ربع من الزيت وكوباية من السكر. هنضرب المكونات بتاعتنا في الخلاط كويس جدا مع معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر، مفيش اي مشاكل. وهننزل بالخليط بتاعي كده في بولة. ومقدار الدقيق بتاعنا 4 كوبايات من الدقيق. الكوباية المعيارية اللي انتي هتعايري بيها تكون هي نفس الكوباية علشان المقادير تطلع معاكي مظبوطة. هبتدي ان انا انزل ب3 كوبايات في الاول، والكوباية الرابعة هنزل بيها تدريجي. انا هنا كده نزلت ب3 كوبايات من الدقيق ومعلقتين من النشا، ونزلت بنص كوباية كمان، نص الكوباية الرابعة. اقسم العجينة بتاعتي نصين، النص الاولاني هضيف عليه 3 معالق من الدقيق وهلمه، والنص التاني 3 معالق من الكاكاو الخام ويكون نوع كويس. وهلم العجينة بتاعتي كده معايا النصين، نص اللي بالشوكولاتة والنص السادة. هبتدي ان انا كده افرد العجينة بتاعتي على ورقة زبدة علشان ما تلزقش مني، عشان هحتاج ان انا اطويها كذا مرة تكون سهلة معايا في النقل. وهفرد الجزء اللي بالشوكولاتة برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهضيف الطبقتين على بعض. وهبتدي ان انا اطويها بالشكل ده كده وافردها واطويها كمان مرة. كده انا طويتها 3 مرات، دي التالتة. الطوي ده كده والفرد هو اللي بيعمل لي طبقات الويفر اللي انتوا بتكونوا شايفينها. هبتدي ان انا افردها كده كويس جدا. هبتدي ان انا هنا كده اطويها مرة كمان اخيرة، وهبتدي افردها على مقاس الصينية بتاعتي واسويها من الاطراف. وهجيب الصينية وادينا زيت وهنزل فيها كده بالعجينة بتاعتي، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد تلت ساعة وتكون جاهزة. اول ما تخرج هنكون مجهزين الشوكولاتة الخام بتاعتنا كده مسيحين على حمام بخار مع معلقة من الزيت، وهننزل بيها كده مع خطوط كده من الشوكولاتة البيضة وبخلة السنان، وهنعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ونقطعه وهي سخنة عشان تكون سهلة معاكي في التقطيع. ده كده الشكل بتاعها خلاص كده بقت جاهزة معانا. اول الشوكولاته بقى ما هتشد معاكي كده على طول في الجو اللي احنا فيه ده كده، هتبتدي تخرجيها من الصينيه وتقدميها بألف هنا. وده كده العجينه الزياده اللي احنا سويناها من الحروف في العجينه، شكلتها دوائر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. جربوها هتعجبكم باذن الله. ولو عايزه الطبقات بتاعه الكيكه الويفر تكون اعلى من كده، صغري الصينيه شويه علشان تكون اعلى معاكي، بس انا حبيت الحجم ده كده علشان حبيتها تكون ناشفة شوية اكتر. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.